اهلا وسهلا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ عواشركم مبروكه. ندخل لكم ان شاء الله هذا الشهر بالصحه والسلامه والعافيه وكل ما تمنيتوا في حياتكم ان شاء الله. اليوم اختي جبت لكم فيديو غنشارك معكم الحريره اللي هي ساسو فوق راسو، ما تحتاجي لا تقلي لا ديري حتى شي حاجه. ولكن قبل ما نبداو الفيديو نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبسم الله نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم اختي غنشارك معكم الحريره. انا عارفه كلشي كيعرف يدير الحريره، ولكن كنخاطب انا اللي مبتدئات واللي مزروبه واللي تشهد الحريره على غفله نوض ديرها بهذه الطريقه. هنا عندي قزبر معدنوس، دائما تكون تغسليه وتنشفيه كالعاده باش كتقطعيه طحنيه في مولينيكس. كيف شفتوا هانتوما كتشوفوا دابا كيفاش درت ليه. من بعد كنضيف عليه ثاني الكرافس، كطحنيه طحنه وحده. نوض اختي المطيشه دابا راه رخيصه، وانت اختي تشبعي حريره شويه واخا راه الصحت واخا الصحت تعجبنا الحريره. هنا درنا ليها كيف قلت لك الكرافس، هو قطعته ولحتو على القزبر من النص، ودرت 2 كيسان ديال الماء وطحنت كلشي في مولينيكس. ساهله ماهله، ما تحتاجي كاع ضربي عليها تماره وكتوجد في الحين. كي شفتي انا درت على دابا هنايا رديتها كطحن. انا كندير لكم الطريقه كلشي كنوري لكم. طحنات من بعد ما طحنات هانتوما راه ما كطحنش دغيا وما تسحقيش القزبر معدنوس باش يبقى القزبر معدنوس باين في الحريره. عينك ميزانك انت كتشوفي، ما طحنيش داك الطحين بزاف. كيبان لك القزبر معدنوس صافي راه تنيل شويه صافي بركه. هنا اختي شاركت معكم ما ديرش اختي على الكوكوط، رانا ما تنحكاش من الداخل حيت جيكسن ما كنبقاوش نقيسها من الداخل، كنحكها غير على برا والداخل راه غير العادي باش كنحكها. المهم علينا خليت هنا درت فيها شويه ديال العدس ودرت شويه ديال الحمص. نقضيو بهاد الكوكوط تيجي بالله ان شاء الله، وناخذ ديال الاينوكس زوينين. هنا درت كيف قلت لكم، درت العدس وطحت على القزبر المعدنوس اللي طحنت، وكنمشي ثاني عاود خديت البصله وطحنتها بنفس الطريقه اللي كتشوفوا. انا ديما كنخلي التليفون فين كنمشي الله اعلم. المهم رانا كنرجع عندكم الكوزينه. هنا طحنت معكم البصله هانتوما كي كتشوفوها حتى هي حتى على القزبر المعدنوس على داكشي اللي طحنت في الاول. وصافي اختي كتمرقي تقريبا عينك ميزانك ثاني التمرق. لحت على انا شويه ديال ضفت عليها شويه ديال عظومه ديال اللحم. عندك عظومه ديال الحيمه ديريهم. عندك انا بعدا ما كتعجبنيش بالدجاج وما كنحملهاش الحريره بالدجاج، تعجبني يا اما باللحم يا اما بعظيمه اللحم اولا بلاش صافي. المهم كانوا انا عندي هنا عظيمات، فين ما كتاخذي شي حاجه راه كتحيدي داك العظيم تفريه وصافي. اولا كتمشي عند الجزار كيجمع لك العظيمات، تقول له عطيني عظيمات الحريره كيعطيهم لك. المهم كتضيفت هنا بعد ما درتو كنزيد كيف قلت لكم ضفت الماء، عاد كندير لقابه، كندير لقامه شويه ديال الخرقوم البلدي. انا راه ما كندير فيها لا كنور لا حتى شي حاجه. خرقوم البلدي، درت شويه ديال الزعفران، درت سكينجبير، شويه ديال البزار الابيض حيت انا كنطيب غير بالبزار الابيض، ما كنبغيش البزار الكحل كيضرنا في المعده. وشويه سكينجبير ومعلقه ديال القرفه والملحه ومعلقه السمن. الا عندك السمن ديري، ما عندكش ديري نقطه ديال الزيت النباتيه صافي. انا من درت هنا غير الزيت، ما كانش عندي متوفر ليا السمن. وصافي اختي ورديها كطيب. راه عندك واحد تقريبا ربع ساعه ولا حتى ثلث ساعه هو طاب، حيت ما غيطيب غير الحمص والعدس والعظومه راه ضروري دغيا كيطيب. هنا بعد ما طابت نتوما كتشوفوا، غنوريكم كيفاش طابت كي جات. صافي كتسدي على الكوكوط تخليها طيب. عينك ميزان كيف قلت لك انا قياسك ديال الطياب كيفاش كتعرفي طيبيها، وحطيها ونوريك الطريقه كيفاش كتجي. كتجي خاتره ومعلكه ومقليه، بلا ما تحتاجي اختي تقلي لا حريره لا حتى شي حاجه. انا كيف قلت لكم انا ضفت شويه ديال الزيت وصافي. الا عندك السمن هي احسن.
صافي سديت الكوكوط طابت. ها نتوما الشكل اختي كيفاش طابت، كي جات مقليه دغيا طاب الحمص، دغيا طاب ديك العديسه. القزبر من الشوف كي تيجي ما كيجيش معلق. هنا عندي مطيشه تقريبا كيلو د المطيشه، ما بغيتش نبين لكم الطريقه كلشي. المطيشه هنايا عندي تقريبا طحنتها صفيتها. هانتي ملي صفيتها كتصفي تزيد ضيفها عليهم. هنا عندي شويه ديال الطحين ثاني طحين رطب، كنضيف عليه شويه ديال القزبر معنوس. لا عندك ما عندكش بلاش، كتضيفي عليه شويه مطيشه ديال، كضيفي عليه شويه ديال التحميره باش كيعطيك اللون بلا ما ديري مطيشه د الحك. وصافي كتخليها وكتزيدي تمرقي حتى كيغلى شويه، وزيدي مرقي حيت الطحين كيعاود يخترها. هانتوما كيفاش جات معلكه اللون حمراء تبارك الله، ما تحتاجي كاع مطيشه د الحك. هنا بعد ما غلات مزيان طابت مزيان، خليت تقريبا شي ساعه كيطيب الطحين. حتى كيطيب الطحين عاد كنضيف الشعريه الغليظه كديري وصافي كتخلي ديك 10 دقائق، راه كطيب دغيا هي 10 دقائق صافي. وطفي عليها وكلي اختي بالصحه والراحه. ونتمنى اختي يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش اختي من الاشتراك ومن اللايك. وكنشكر دائما المتتبعين اللي يدخلوا عندي ان شاء الله واللي اشتركوا معايا من جديد. كنشكركم كاملين، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسوناش من لايك.